اليوم غادي نشارك معكم الطريقه اللي كندير للنتوى اللي كتكون قارقه باش تكون عندكم نسبه تفقيس ناجحه. نهار 23/9/2025 حطيت البيض. اهم حاجه انني بدلت النتوى البلاصه فين كانت قارقه حيت كانت مع القطيع. ثاني حاجه درتها في بلاصه اللي دافئه، وثالث حاجه هي اننا نفرشوا ليها التبن ونزيدوا عليه الجير ونديروا طبقه واحده اخرى ديال التبن باش ما يضرهاش داك الجير. حطينا البيض ودرنا فوق منه الملحه، هادشي كامل باش ما يتكونوش دوك الحشرات الصغار اللي كيأذيو البيض والتنتوى اللي كتكون قارقه. واكيد حطينا ليها الماء والماكله هنايا باش كل مره ناضت تاكل، وفرشت ليها حتى الرمله هنايا. وبالنسبه لهاد المساله هذه ديال النتاوي اللي كيكونوا قارقين جد مفيده ليهم، كتسمى الحمام الرملي باش ما يتكونوش فيهم الحشرات. هنايا هرست واحد البيضه، فاش كنت كتاكل طليت على البيض لقيتها هرست وحده. داكشي علاش مزيان انكم كل مره تراقبوا وتطلعوا على البيض. هنايا بدينا كنقلبوا البيض، ولكن صراحه هنايا راه وصلات شي 16 يوم ولا 17 يوم، دونك تعطلت بزاف. داكشي علاش غيبان لكم البيضه كامله كحلين في هذه المرحله صافي تكون الكتكوت. ونهار 18 و19 صافي بديت كنسمعهم، مشيت طليت لقينا شي وحدين تفقسوا وشي وحدين مازال. هنايا خديت شرابه درت فيها العسل والماء دافي. وبالنسبه للبلاصه فين غادي نستقبلوا الكتاكيت خصها تكون نقيه. هنايا درت شويه ديال الجير، ومن بعد فرشت التفريشه الثانيه ديال النجاره، ومن بعد درت لهم واحد البلاستيكه كبيره. هنايا سلقت لهم بيضه مسلوقه وبطاطا مسلوقه وعطيتها لهم.